مساء الخير ومرحبا بكم. نواصلوا السلسله نتاع الفيديو نتاعنا نتاع نهار الجمعه. ماذا بيا في مستهل الفيديو هذه نتسالوا، مش احنا نحبوا على نظام ديمقراطي؟ مش اصل النظام الديمقراطي هو حكم الشعب؟ مش الشعب يحكم من خلال ناس يفوض لهم، يعطيهم توكيل، سواء مجلس النواب، سواء اللي يخرجوا منهم يمشوا للسلطه التنفيذيه او رئيس الجمهوريه؟ مش صارت انتخابات في 2019؟ مش الانتخابات هذه أعطت الناس فيها الشرعية لرئيس جمهورية مهما كان رأينا فيه، لكن هو رئيس منتخب بشكل شرعي وما فيش حتى نقاش تقريبا. مش انتخبنا نواب في مجلس نواب الشعب؟ مش رئيس الجمهورية بدو أخيرا كلف المشيشي باش يعمل حكومة؟ الناس هذه كل مش عندها شرعية اللي هي شرعية انتخابية مهما كان رأينا فيهم، ناجحين فاشلين، عندهم برنامج ما عندهمش برنامج، لكن وقع انتخابهم عندهم شرعية انتخابية، ما همش جاوا من نتيجة انقلاب. فايش معناها اليوم نقولوا نعملوا حوار ونجيبوا ناس كفاءات مستقلة؟ شكون اللي يدعو للحوار هذايا؟ الأحزاب ما ممثلة في البرلمان، فإذا كان ماهيش في السلطة راهي في المعارضة وعندها ما تقترح وما تبادر، والحوارات تصير في البرلمانات، هذيك المكان اللي يتحاور فيه المجتمع الكل من خلال الممثلين نتاعو. انه نقابه تجي تدعو للحوار، شكون النقابه؟ شنو دورها السياسي؟ النقابه عندها ادوار اجتماعيه اقتصاديه، اما في السياسه السياسويه ما هذا يولي انتصاب فوضوي. هذوما يوليوا لي كورز انترميديير اللي تحدثنا عليهم في الفيديو اللي فاتوا، الناس الوسطاء اللي يجيوا يلعبوا في ادوار ماهيش ادوارهم، واللي فسدوا اللعبه الكل ويستحوذوا على السلطه. ملكي باش نجيو نعملوا هذا الكل، ما نخليو المؤسسات المنتخبه اللي عندها الشرعيه الشعبيه باهيه ولا خايبه، راهو مانيش نناقش في هذا، وانا ما عندها شرعيه، ونجيبوا ناس اخرى ما عندها الشرعيه وباش تعمل وتنظر في مشاريع وفي قوانين اخرى وفي برامج اخرى واتفاقيات اخرى تعملها بالموازي خارج المؤسسات اللي موجوده في الدستور. نختلقوا في انتصاب فوضوي. هذا كان مفهوم في 2013 انه يصير حاجه، ولا 2012 يصير حاجه كيف هذايا، بخاطر ما ثماش مؤسسات نتاع دولة دايمة كل شيء في الظرفي. لكن اليوم المؤسسات موجودة، يا اما باش نقبلوا بالاطار هذا نتاع المؤسساتي، يا اما باش نوليوه ضربة ضربتين وحنا نتلاعبوا. وهذا التلاعب اللي قاعد يصير توا، وهذا التسويق اللي قاعد يصير ليه، وهذا غير معقول وغير مقبول. لأن الدستور جاء وأعطى لكل حد الصلاحيات نتاعو، وأعطى السياسات الاقتصادية وتحديدها والسياسات الاجتماعية للحكومة والمبادرة بها. وإذا كان الحكومة عندها مبادرات تعرضها على المجلس نواب الشعب اللي هو مفروض من خلال الانتخابات يمثل الشعب. باهي خايب هذاك الموضوع ما نحكيوش فيه، موضوع ثاني. بعد تو الناخب هو ياخذ الاستنتاجات نتاعو، وحتى شيء ما يقول لي انه الناس اللي هما مستقلين اللي ما يحاسبهم الشعب على حتى شيء يغلطوا ولا ما يغلطوش هما احسن من الناس اللي موجودين. فوقتها نوليو ندخلوا في منطقه نتاع عبث ومنطقه نتاع انقلاب على الشرعيه. هذاك على الشيء هذا ما يتزكاش، ما يمكنش انه يتقبل، ما يتقبلش ابدا. والمشكل هو انه الناس هذه اللي بدعوى ان تدعو الى حوارات وتدعو الى عمل موازي لمؤسسات الدوله تعتقد انها هي الحل، ولكن هي جزء من المشكل الموجود اليوم في البلاد. فهذا اللي حبيت نقوله، خاطر الران وساعات الحكايات هذه بدات تاخذ في صدى اكثر من صدى نتاعها، ما ثماش مفروض حتى مكان لها. لما ما كان شعب تكلم اعطاه الناس معينين. نجمش انا نجي اليوم نقول قيس سعيد انت تكا عندك عام ودرا قداش ما عملت حتى شيء وهكا راقد في العسل اليوم والبلاد على صفيح ساخن وانت ما ماكش هنا. لا، الراجل عنده شرعيه انتخابيه ما جبتوش انا، جابوا الشعب. الشعب هو اللي قادر باش ينجم ينحيه في انتخابات جايه. اما التلاعب هذايا الطريقه هذه نتاع الانقلاب في اعتقادي اذا كان نحبوا نبنيو دوله بالحق نبعدوا عليها وما ننسقوش فيها، لأن ما عندها وين باش توصلنا. وإذا كان مشوا فيها نقول لكم أنا من توا سينقلب السحر على السحر، سينقلب السحر على السحر، لأن مش هذه بهكذا أدوات تتبنى الدولة وتتبنى المؤسسات ونأسسوا لديمقراطية حقيقية في بلادنا. هذا كان عندي باش نقول لكم الأسبوع هذا، ونتمنى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل في أحسن حال. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.